إخوان الأخوات، السلام عليكم. فيديو ديال اليوم نهضروا على الجالية المقيمة في العالم بأسره. موضوع كيشغل كاع الجالية هنايا، ولهذا اضطرينا باش نهضروا عليه. كيف ما العادة كل عام سيناريو كيتكرر. المشكل اللي كاين هو في الأثمنة، لا من ناحية الطائرة لارام رويال اير ماروك ولا في البواخر. ديما كاين هذا المشكل هذا، كل عام كنضطروا نهضروا في هذا الموضوع. ولهذا الخوت من الاخر اتفق كل شيء ما يهبطش الا ما لقاوش، لا ما داروش لنا الحل هذا العام. هذا حل وحيد هو اتفق الجاليه كامله ما يهبطوش. الحمد لله الجاليه كتصيفط اموال كثيره كتوصل للملايير، كتساهم في الاقتصاد ديال المغرب. والطلب الوحيد ديالنا هو ديروا لنا تخفيضات من ناحيه الطياره، لان بزاف الناس اللي تعيشوا في امريكا ولا في كندا عندهم مشاكل كثيره، منها اللي عنده الدراري. يعني كل واحد $1000 مليون الواحد، يعني إلا عندك 3 ولا 4 ديال الدراري راه 5 المليون، $5000. يعني ماشي سهله بالنسبه للناس اللي اغلبيه هادو اكثرين كنهضروا على الناس ديال الميريكان وكندا وحتى ديال فرنسا والطاليان، حتى هما نفس المشكل. يعني كاين غلاء ديال التذاكر، وكنطلبوا يعني من الحكومه والمسؤولين. وزير الخارجيه اللي ما عمرو هضر على الجاليه نهائيا، يعني من ناحيه الطلبات اللي كيقدموها، وكنطلبوا من لارام حتى هي دير تخفيضات مزيانه في هذا العام هذا. ومن الاخر الخوت، الا ما بغاوش يديروا التخفيضات لا للسفر الى المغرب ويتفق كل شيء، اظن بانه غادي يكون تغيير. هادشي اللي كاين الخوت، ونتمنوا المسؤولين الى سمعوا هذا الميساج يبدلوا يعني الاثمنه ديال الباطو ولا حتى الاثمنه ديال الطائرات. اكثريه شركات الغرام الخطوط الملكيه الجويه. وكنوجهوا ميساج دائما كنلتجئوا لجلاله الملك محمد السادس الله يخليه لينا، لان المسؤولين ما بقاوش باغين يديروا خدمتهم. اتجاه دائما كنوجهوا جلاله الملك الله يخليه لينا، هو اللي غادي يتكلف لينا بهذا الشيء ان شاء الله. هذا ميساج خفيف ظريف منا للمسؤولين. نتمنى يكون شي تغيير هذا العام هذا، وتمنوا تبارطاجيو الخوت والجاليه اتفقوا في هذا الشيء. اللي متفق معايا يخلي ميساج، والله يسر لكم الجميع، والسلام عليكم.